جيس ثروب هو المرشح الابرز لتدريب الاهلي الفتره الجايه. توقف الدوري اللي حاصل دلوقتي ده هو اللي هيمسك الاهلي. مدرب دنماركي عنده 55 سنه، بدا مسيرته الرياضيه كلاعب كره قدم مهاجم، اعتزل 2006 وراح التدريب مباشره. درب نادي اسبرج وعمل معاهم نتائج مش بطاله، بس كان الملفت الخطوه اللي بعد دي، انه راح درب منتخب الدنمارك الناشئين وعمل معاهم نتائج حلوه جدا. هو مشهور دايما المدرب ده باللعب الهجومي البحت والضغط العالي من اول. بعد الاداء الكويس اللي عمله مع منتخب الدنمارك راح درب فريق ميتشلاند الدنماركي وخد معاهم الدوري. بعد كده راح تجربه بلجيكا لفريق جنت ووصلهم لدوري ابطال اوروبا، ودي طبعا حاجه في سي في مدرب في اوروبا، حاجه قويه جدا ان يوصل بيهم دوري ابطال اوروبا. بعد كده رجع تاني الدنمارك وخد الدوري بفريق كوبنهاجن، يعني واخد الدوري مرتين. واخر تجربه ليه كانت في المانيا، درب فريق هناك من 2023 ل 2024 لحد ما مشي، وهو دلوقتي فريق فالاهلي تقريبا خلص معاه. جمهور الاهلي اللي كتب كومنتس لما الاهلي عين فايلر، حوالي 100,000 كومنتس تحت البوست بتاعه، هو مين ده؟ بلاش تكتبه كده عند الراجل ده، السي في بتاعه قوي، اقوى بكتير من بسيوني اللي كان طالع اشاعه ان احنا كنا هنجيبه. وبرده نفس الكلام عملناه ساعه ما جبنا اتقال هو مين ده. فاكيد الدراسه اللي عملتها الاداره عشان تجيب ده والسي في والمعلومات اللي احنا عرفناها دلوقتي عنه تؤدي ان هو ان شاء الله هيكون عند حسن ظن جمهور الاهلي، خصوصا ان هو شخصيته قويه وقراراته حاسمه. هقول لك